الديوانية تنتظر جماهير الزوراء هذه المباراة. ركلة حرة لؤي العاني اللاعب الدولي، تبعد من داو اللاعب البوركيني، المحاولة على التسديد ومشتبه حارس المرمى. أول محاولة على المرمى، الدقيقة الثالثة الزوراء يحاول أن يصل إلى مرمى الديوانية من أجل الوصول إلى هدف تقدم في هذه المباراة. لا خيار لا سبيل أمام الزوراء لنادي الزوراء. ينقل كرة الوسط للعاني، أمامية من العاني علي يوسف لكن بعيدة عن علي يوسف، تصل لحارس المرمى مشتبه محمد حارس المرمى لنادي الديوانية. لنادي الديوانية هذا مشتبه محمد. ديوانية يعاني وبشكل كبير. تنفيذ للركلة الحرة حسن عبد الكريم، بعاد من موسى داول بوركيني، عادت من جديد لأحمد عبد الحسين لكن بعيدة عن لاعبي الزوراء وأقرب لحارس المرمى لنادي الديوانية مشتبه محمد. مشتبه محمد حارس سعد عبد الأمير، كرة أمامية ممكن الزوراء عملية تسديد على المرمى لكن مشتبه محمد حارس المرمى للديوانية. لاحظ الإعادة، هذه تسديدة محمد أبو حشيش اللاعب الأردني إلى خارج الملعب بركلة مرمى. الأندية الثمانية البغدادية فقط الكرخ اللي يلعب على ملعبه، والكرخ يمتلك الآن ملعب يعد واحد من الملاعب الجميلة على قاسم. من أمام موسى عدنان، بعاد من قبل لاعبي الزوراء، تعود لحارس مرمى الديوانية مشتبه محمد، طريق اللاعب سعد عبد الأمير لصالح الزوراء. والديوانية يبحث عن فوز تاريخي آخر على الزوراء، فقط عند فوز. مباراة زاخو لعب أساسي، وهذه المباراة لعب أساسي علي يوسف، لذلك يتواجد من خلال المباريات الأخيرة للزوراء علي يوسف كلاعب أساسي على قاطع، مع تواجد علي ياسين وجلال الحسن الحراس الثلاث لنادي الزوراء. كرة داخل منطقة الجزاء لكن أقرب لحارس المرمى مشتبه محمد حارس المرمى لفريق الديوانية. لا يسأل عن الهدف أكيد مشتبه محمد. انفراد علي يوسف بمشتبه، هذا هو صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن. الزوراء بطموحات المركز الثالث والارتقاء إلى المركز الثالث بدلا من الكهرباء مؤقتا، لذلك ينتظر نتيجة هذه المباراة في النهاية مع انطلاقة الشوط الثاني. خلال هذه المباراة مرت إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي الديوانية. ركلة مرمى للديوانية، مشتبه لؤي العاني، ممكن الزوراء هدف ثاني، ومرت من أمام مراد محمد لتصل حارس المرمى مشتبه محمد. سعد حسن، تمرير الأمام لمراد، لا وجود لحالة تسلل ومشتبه يؤمن على الكرة. الزوراء في حال تحقيق الانتصار يتقدم إلى المركز الثالث بدلا من الكهرباء. الديوانية إلى موسى داو، عائدة من موسى إلى مشتبه، عودة للوسط، عائدة لحارس المرمى مشتبه محمد، عملية تمرير الأمام من مشتبه، بعاد عن طريق موسى، محاولة خطيرة الزوراء ممكن الثاني ولؤي العاني ممكن الآن، ومشتبه محمد حارس المرمى للديوانية يتدخل بشكل رائع من أمام محاولة لؤي العاني بعد خطأ دفاعي لنادي الديوانية. حارس المرمى خروج موفق. لاحظ عدم وجود تفاهم ما بين لاعبي الديوانية، يستغل لاعبي نادي الزوراء وبالتحديد عن طريق لؤي العاني اللي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الخروج وضيق الزاوية تماما. حارس المرمى للديوانية مشتبه محمد لينقذ في التدخل، لكن يبدو لي البطاقة على اللاعب أمير حامد أعتقد للاعتراض. لسعد عبد الأمير، كرة داخل منطقة الجزاء ومشتبه محمد بمبدأ السلامة حارس المرمى لفريق الديوانية من أمام لاعبي ومهاجمي الزوراء. إلى مراد محمد، يحاول التقدم مراد، ينقل كرة داخل منطقة الجزاء مراد لكن سهلة لحارس المرمى مشتبه محمد حارس المرمى للديوانية. ينتظر هدف آخر وينتظر نتيجة وثلاث نقاط، وعلاء عباس اللي مرت من أمامه ووصلت لحارس المرمى مشتبه. عن القوة الجوية، عن الطلبة اللي عاد الموسم الماضي إلى بريقه إلى تألقه هذا الموسم أيضا.